عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج أسئلة دينية على قناة MBC8. اليوم عندنا مجموعة اسمها بيرو وجزيري. مرحبا بكم. مرحبا بكم على قناة MBC8. بيرو متحمس وحاضر خاطر باش نبداو معك انت في الأسئلة. إن شاء الله في الحلقة نتاع اليوم باش نربح. اوكي بيرو يقول لنا حاضر، تصفيق عليه. عايشكم باهي. باش نبداو اليوم ديريكت بالسؤال الأول: من هم الخراصون في القرآن الكريم؟ الكذابون أم الكافرون أم الظالمون؟ امشي. كافرون. اوكي بيرو يقول الكذابون. خلينا نشوفوا الإجابة صحيحة وإلا لا. اوكي وي الكذابون. طبعا للعلم أنه بيرو عنده ثقافة كبيرة في المجال هذا. السؤال اللي بعده: ما هل آدم عليه السلام نبي أم رسول؟ خلينا نشوفوا. شنو يوسف ديما تعطينا في الأسئلة النبي والرسول؟ أسئلة سهلة هيا باش نطلع لك في الليفل باهي. بيرو يقول نبي ورسول، بالطبيعة إجابة صحيحة هذه معروفة على الآخر. خلينا نشوفوا السؤال التالي: كم عدد الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم؟ هاي جاوب لي ترى على هذه. 25 نبيا. اوكي بيرو يقول 25 نبيا. خلينا نشوفوا الإجابة صحيحة ولا لا. يعني بيرو عنده ثقافة كبيرة، نورمالمون جيت ثم ما يغلطش فيهم، فبالفعليا 25 نبي. خلينا نشوف السؤال اللي بعده: من هو أول صحابي حفظ القرآن الكريم؟ خلينا نشوفه. علي ابن أبي طالب. اوكي بيرو يقول علي ابن أبي طالب. خلينا نشوف الإجابة صحيحة ولا لا. اوكي اوه إجابة صحيحة مالا بيرو، ثقافة كبيرة عندك. خلينا نشوف السؤال اللي بعده: ما هو الشيء الذي يحرق الشيطان؟ التوبة أم السجود أم الاستغفار؟ مش قلت صراحة في الليفل هاو الأسئلة ماشي سهلين. هاك باش تشوف المنافسة الشديدة. هاك ظهر تأهلت إلى ربع النهائي خاطر إجابتك الكم صحاح. التوبة بالطبيعة صحيحة. تو نشوفوا شنو باش تعمل. إذا بيرو إجابة صحيحة. مبروك عليك. في رصيدك الآن 6 نقاط. الإجابات الكل صحاح. تبارك الله عليك تبارك الله، يعني هي ثقافة عالية جدا. الإجابات الكل صحاح ما شاء الله. به نتعداو للي بعده: الجزيري. اليوم باش نسألوك أسئلة دينية باش تحاول تجاوب عليها بالثقافة اللي عندك. باهي نبداو بالسؤال الأول. من ماذا خلق الجن؟ من نور أم من طين أم من نار؟ ظهر لي من نار. باهي جزيري يقول من نار. خلينا نشوفوا الإجابة صحيحة وإلا لا. طبعا أمامه يعني باهي لحظة ورك. اوكي صحيحة، اما امامه تحدي صعيب على خاطر بيرو يجاوب عليهم كلهم صح. خلينا نشوف تويكا: من النبيان الذين بني الكعبة؟ نوح وادريس ام موسى وهارون ام ابراهيم واسماعيل؟ موسى وهارون. ليه ظهر لي اسماعيل. اوكي جزيري يقول ابراهيم واسماعيل. خلينا نشوفوا الاجابة صحيحة والا لا. اوكي الاجابة صحيحة. يعني مثقفين بالكدا. خلينا نشوفوا: من النبي الذي قبضت روحه في السماء الرابعة؟ خلينا نشوفوا. ظهر لي ابراهيم. اوكي ظهر لك ابراهيم. خلينا نشوف الاجابه صحيحه ولا لا. الاجابه غلطه. ادريس عليه السلام. به من النبي الذي ضحك بسبب حشره؟ نوح عليه السلام ام سليمان ام موسى؟ هذه نعرف. ظهر لي سليمان. اوكي الاجابه صحيحه. هي سليمان وبطبيعة طلعت تعرفها. فخلينا نشوفوا نزيدوا نتاكدوا. اوكي الاجابه الصحيحه هي سليمان عليه السلام. خلينا نمشي السؤال اللي بعده: من النبي الذي صام عن الكلام 3 أيام؟ اسماعيل ام زكريا ام يعقوب؟ لحظة هربت علي. ظهر لي اسماعيل. اوكي اسماعيل. قال اسماعيل. خلينا نشوفوا. فالاجابه الصحيحه يا زكريا. اجابتك غلطه جزيري. باهي بجزيري. تحصل جزيري على 4 نقاط. منافسه تعتبر شرسه، يعني هارد لك الجزيري و حظ اوفر ليه. ومبروك بيرو للتأهل الى دور ربع النهائي من هذه المسابقه.
من جروب سي. ان شاء الله نتلقاو في حلقة جاية، الحلقة الرابعة في الجروب الجاي، ونلتقي ان شاء الله في حلقات قادمة اخرين في ربع النهائي. ايضا زاد نتلقاو مع بيرو. نقول لكم الى اللقاء.